10 حاجات اتعلمتهم في ثالثه صيدله الجزء الثاني. السنه دي انا خدت قرار المبادره، يعني قلت ان انا مش هسيب اي اكتيفيتي ولا تدريب ولا مسابقه ولا اي حاجه من الحاجات اللي بشوف ناس كتير بيشاركوا فيها دي غير لما اجربها بنفسي واشارك فيها. وبالفعل مع بدايه السنه لقيت نفسي الماركتنج دايركتور لاي بي اس اف جلاله، هيد اوف بزنس ديفلوبمنت المركز رياده الاعمال بالجامعه. كنت الليدر لكل البروجكتات اللي دخلتها في السنه دي. رحت التدريب لمده اسبوع كبي ار في بورسعيد، شاركت في حمله توعيه عن الاي ام ار او الانتي مايكروبيال ريزيستنس، وشاركت في مسابقه رالي رياده الاعمال وحاجات غيرها كتير. النصيحه بقى اللي انا عايز اقولها لك والغلطه اللي انا اتعلمتها، كل حاجه من دول انا طلعت فيها بفايده مختلفه عن التانيه، والاجمل انا طلعت بمعارف مختلفه عن التانيه. لكن الحاجه المشتركه بين كل دول اني طلعت باني ما كررش ده ابدا. لو انا كنت دخلت في حاجه واحده بس وحطيت كل طاقتي عليها كان هيبقى احسن 1000 مره من كم التشتت اللي انا كنت عامله في نفسي. لان كم الحاجات اللي انا كنت داخل فيها دي بعيدا عن انه كان ليه تاثير سلبي على دراستي، فهو كان ليه تاثير سلبي على مشاركتي في الحاجات دي نفسها. فكل حاجه منهم كان عندي وجه تقصير فيها بسبب ان انا مشتت ما بينهم وما بين بعض. خلاصه الفيديو والنصيحه اللي اقدمها لك، ما تشتتش نفسك وركز في حاجه واحده بس او حاجتين بالكتير قوي بجانب الدراسه، ده هيكون افضل بكتير.